السلام متبعين العزاز دياولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم تكريم وليد الركراكي من الامارات، احسن مدرب عربي وعالمي، ونطلبوا له ربي التوفيق. وشكرا لكم جزيلا. وليد الذي أرخ لمفهوم العائلة في المونديال أكد مرة أخرى أن كرة القدم المغربية جمعت العائلة العربية الكبيرة وراء هذا الإنجاز العظيم. أصبح معها أسود الأطلس رمزا عربيا فتح الباب على مصراعيه كمثال يحتذى به في رفع سقف الطموحات. واستمرت ليلة الاعتراف في ليلة الأساطير، فكان للجامعة الملكية المغربية أن اختيرت كأفضل اتحاد عربي لهذه السنة. ترجمه الحضور الوافي لكرة القدم المغربية على المستوى العالمي والإفريقي والعربي. اسم نهائي المونديال الحلم الذي تحول لحقيقة كان كافيا لجعل كرة القدم المغربية تتربع على عرش الكرة عربيا، لكن قصة تألق الجامعة الملكية المغربية كتبت فصولها قبل ذلك. تألق الأندية المغربية على مستوى عصبة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، يضاف إليه إنجاز كرة القدم النسوية المغربية وظفرها بعصبة أبطال إفريقيا. أما على مستوى التنظيم أصبح المغرب قبلة للمباريات الدولية على المستوى الإفريقي. تمرس الجامعة في إنجاح التظاهرات الكبرى جعل الاتحاد الدولي يخاطب ود المملكة لتنظيم مونديال الأندية الأخير، وأكيد أن القصة لن تتوقف هنا. الهدف القادم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، تحديان كبيران بألوان مغربية.